السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا مراجعة فيلم سيفل وور، ولكن قبل ما نبدأ شكرا جدا لكل الناس اللي دعمتني في الفترة الأخيرة. الإحصائيات بتاعتنا في آخر فترة في النازل، وحرفيا القناة بتموت. فكون إن حد أصلا يحس بالموضوع ده ويقرر إن هو يدعمني ويشجعني على إن أنا أستمر، فده عندي بالدنيا وما فيها. أنا للأسف آخر شهرين في حياتي كانوش أفضل حاجة على مستوى الحياة الشخصية وعلى مستوى الحياة المهنية، وده طبعا أثر هنا في القناة. مع ذلك كنت برضو بحاول أستمر على قد ما أقدر، ولكن المشاهدات كلها في النازل، والإحصائيات حرفيا حاجة مش لطيفة إطلاقا. وأنا شايف إن أنا أستحق مكان أفضل من ده، ولكن هو الموضوع في النهاية مش بيبقى أنا شايف إيه أو أنا شايف إن أنا أستحق إيه أو وجهة نظري. لا، هو لو أنت عايز شايف إن أنت تستحق مكان أحسن من اللي أنت فيها، لازم بتحارب عشان توصل للنقطة اللي أنت محتاجها. شكرا جدا على دعمكم. الناس اللي خايفة إن أنا ممكن أزهق بقى وأقفل القناة بسبب الإحصائيات، ما تقلقوش، أنا منتهتش، أنا لسه ما بدأتش. يلا بينا نبدأ. بتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث يسافر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة الأمريكية حين تصبح على وشك حرب أهلية مميتة. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. من أهم نقاط القوة اللي موجودة معانا في الفيلم هنا هو قصته الواقعية. المرة دي احنا بنتكلم عن نهاية دولة أمريكا، ولكن مش بفعل كوارث طبيعية أو غزو فضائي أو حتى وحوش بتظهر من لا شيء. لا، المرة دي هو السبب الأقرب أكتر حاجة ممكن تحصل، وهو وجود حرب أهلية بين الشعب. إن الشعب خلاص ما بقاش قادر إن هو يتفق، لا هو مع نفسه ولا هو مع الرئيس اللي موجود، فيبدأوا يخشوا كلهم في حرب أهلية. ففي ظل وجود الحرب الأهلية دي بينطلق فريق من مصورين الحروب. الناس دي غرضها إن هم يوصلوا للعاصمة عشان يقدروا إن هم يكونوا مغطين أي أحداث تحصل. ومن افضل الحاجات اللي كانت موجوده برضو هي التنوعيه بين الشخصيات، بمعنى ان احنا الفريق اللي بيسافر ده هو مكون من 4 اشخاص. الاشخاص دول فيهم واحده المفروض ان هي اشهر مصوره حروب في العالم والمعروفه اللي دايما هي بتغطي الاحداث وكل الكلام ده، وعلى الجهه الاخرى في مصوره شابه لسه بتبدا حياتها، لسه شابه، لسه في حيويه ونشاط وامل ونفسها بقى الكارير بتاعها والكلام ده كله. فبنشوف القصة من منظور الشابة اللي مليانة حيوية وطاقة وأمل ونفسها إن هي توصل لحاجة، وما بين على الجهة الأخرى المصورة المعروفة اللي خدت الطريق كله وعارفة النهاية، عارفة اللي فيها، عارفة إيه الدنيا، وعارفة مصير الشابة دي هيتحول يبقى عامل إزاي. كمان على مدار القصة لما بنشوف بقى الشابة دي بيحصل لها بعض الأحداث وبعض التغيرات، بتبتدي برضو تعرف هي كمان اللي فيها، والامل اللي موجود عندها ده بيبتدي يقل ويختفي تدريجيا. والجميل في الفيلم ان ابطاله مش متبنيين بقى وجهة نظر معينة وبيحاربوا عشانها وكده، لا هم مجرد ناس مصورين، هم عايزين يبقوا موجودين في الحدث. ده غرضهم الاول والاساسي، مش عايزين اي حاجة تانية، مش مع حد ولا ضد حد. هو بيبان في الاخر نوعا ما انتمائهم بيبقى عامل ازاي، ولكن غرضهم الاساسي ان هم يكونوا موجودين في قلب الحدث. مين الكسبان، مين الخسران، مين الصح، مين الغلط، هم ميفرقش معاهم كل الكلام ده. اللي يفرق معاهم حدث موجود لازم يبقوا هم مغطينه، لان ده هيمثل لهم شيء كبير جدا مستقبلا. طبعا بيكون موجود معانا في الفيلم اصلا السبب الاساسي لحدوث كل شيء، وهو طبعا الجانب السياسي والاختلافات اللي بتكون موجودة بين الشعب وبين الرئيس والكلام ده كله. الجانب السياسي اللي تم مناقشته في الفيلم هو مفهوم، مفيهوش حاجة، بس هو ملعبك شوية. الدنيا كانت محتاجة تبقى أبسط من كده فيه شوية، أو محتاجين إن احنا كنا نحط بعض الأسباب ونزود في الجانب ده من القصة شوية. بس أعتقد إن هما كانوش يقدروا، هو ده آخرهم في إن هما يتكلموا في الموضوع، هو ما يقدروش يغوطوا فيه أكتر من كده، نظرا إن الموضوع سياسي والرئاسة داخلة فيه، فأكيد كان هيحصل لهم مشاكل، فيمكن هما مرضوش يزودوا في الموضوع عشان كده. ومن الناس اللي بتظهر معانا في الفيلم هو الممثل جيسي بيليمانز، اللي احد اسباب بيع الفيلم ان هو موجود، عشان هو طبعا وكريستين دانست الاتنين هما متجوزين في الحقيقة. فاحد اسباب او عوامل بيع الفيلم بيقولك ان الراجل ومراته هيبقوا موجودين في الفيلم، فبقى هنشوف الكيمياء بينهم والكلام ده كله. ولكن الحقيقة ان ده كان وهم شوية، لان هو ظهر في مشهد واحد فقط لا غير. المشهد اللي ظهر فيه هو اقوى مشهد في الفيلم، وهو عمل اداء تمثيلي محترم جدا فيه، ولكن هو في الاول في الاخر مشهد، فما تبيعليش حاجه مش موجوده. والكلام ده بيبقى ظاهر اكتر في الصفحات العربيه لما موجوده. انت على الفيسبوك طول ما انت بتقلب وبتيجي سيره الفيلم تلاقي ان هو بيقول لك الفيلم هنشوف فيه كريستين دانست مع جيسي بيليمانز اللي هو جوزها في الحقيقه. يا عم ما هو مشهد واحد، ما تقفروش، ما تكبروش الدنيا، عشان الناس ما تخشش في الفيلم على حاجه وما تلاقيهاش موجوده في الاخر. نهايه الفيلم كانت حلوه جدا، وبروزت شخصيه البطله اللي حصلت في الاخر كانت من أجمل ما يكون، بس كان ينقصها مشهد واحد زيادة كمان. بس طبعا أنا مش قادر أتكلم أو أوضح حاجة عشان هيبقى في حرق وهحرق النهاية، بس الناس اللي شافت عارفة أنا بتكلم في إيه. هو كنا بس نزود مشهد بسيط كده في النهاية
كان هيبقى خير خاتمة للشخصية، ونهاية الفيلم كانت هتبقى من أجمل ما يكون. نتكلم دلوقتي عن الإخراج. الفيلم مميز بالواقعية على مستوى القصة، ومميز برضه في الواقعية على مستوى الإخراج. الفيلم بصريا وسمعيا واقعي لدرجة كبيرة جدا. انت بتشوف منظر المباني وهو متهالك، بتشوف الناس وهي بتحارب بعضيها، وبقى ايه يعني، بتشوف دور المصورين في الموضوع. طبعا في ناس ممكن تستغرب تقولك هم المصورين اصلا بيعملوا ايه في الحرب. لا، هو اي حرب في الدنيا عموما بيبقى موجود فيها صحفيين ومصورين وكل الناس دي. يعني مثلا في حرب اكتوبر، اللقطات اللي بيعرضوها كل سنة وكده، من اللقطات دي مين اللي مصورها؟ ناس صحفيين بتكون موجودة في الحرب. يعني هما دي شغلتهم، هو شغلته ان هو مصور حرب، بيصور الاحداث اللي موجودة في الحرب. الموضوع ده تم نقله بصريا وسمعيا في الفيلم بطريقة كويسة جدا. انت قاعد سامع اصوات ضرب النار كأنك موجود وسطيهم، وقاعد شايف الاحداث اللي بتحصل، وكل الحاجات دي بصريا مفيش ولا غلط. اما بالنسبة للأداء التمثيلي، فالأداء التمثيلي رائع جدا من كل المتواجدين. طبعا الشخصيات اللي معانا بسيطة، فكل شخصية اخدت المساحة بتاعتها وقدرت انها تعمل الدور بتاعها بشكل جامد جدا. لسه متكلم شويه عن جيسي بيليمنز اللي هو ظهر في مشهد واحد، ولكن هو عمل اداء تمثيلي رهيب، والمشهد اللي هو موجود فيه ممكن يكون اقوى مشهد موجود في الفيلم. تقييمي للفيلم هو 7.5 من 10. الفيلم هو مش هيبقى اقوى فيلم ممكن تشوفه السنه دي، ولكن هو تجربه واقعيه جدا لازم تتفرج عليها. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.